عارف لما تقابل في حياتك ناس مستحيل عقلك يصدق اللي بيحصل معاهم، وتحس إن الدنيا قافلة ضبة ومفتاح في وشهم. دي حكاية ست اسمها سهام. أقل كلمة تتقال عليها إنها ست محترمة مكافحة، وجابت آخرها مع قسوة الأيام. سهام كانت شابة في إحدى الضواحي الشعبية، من وهي صغيرة وهي رافعة شعار الشغل الحلال. فضلت متبهدلة في الشغل عشان تستر نفسها لحد ما ظهر في حياتها شاب اسمه طيارق، شاب هادي ومربي دقته وماشي بيصلي الفرض بفرضه. سهام فرحت بيه وقالت أخيراً لقيت ابن الحلال اللي هيتقي ربنا فيا. بس أهلها حذروها إن عيلة طارق دي معروفة بالسمعة الوحشة وتجارة السموم. سهام دست على قلبها ورفضت، بس طارق ما سكتش، فضل يزن على ودانها ليل نهار وقنعها إنه بريء من عيلته وأفعالهم. وعلى رأي المثل الزن على الودان أمر من السحر. فعلاً تمت الجوازة. أول الجواز كان عسل صافي، وبعدها بسنة انقلبت السحنة وظهر الوجه الحقيقي لطارق. بطل يصلي ورمى المسؤولية ووقع في مستنقع الإدمان لحد ما بقى يضيع فلوسه كلها على مزاجه. سهام لفت حوالين نفسها، لقت العيال هتموت من الجوع، فاضطرت تنزل تشتغل بدم قلبها وتلف على البيوت خياطة وترزية عشان تستر بيتها. ولو جابت مليم بجهدها، طارق كان بياخده منها بالعافية عشان كيفه، ولو اعترضت تضرب وتتهان. جابت آخرها وطلبت الطلاق، بس ربنا رزقها بحمل جديد، وأهلها قالوا لها اختيارك وانتي حرة. رجعت تستحمل عشان اللي في بطنها، وجه الصبي يوسف وبعده البنت. طارق زاد في الطين بلة وبقى تايه في عالم الإدمان، لحد ما سهام رفعت عليه قضية خلع وخلعته برا حياتها نهائي. بس المصيبة الأكبر ما كانتش في الأب المرمي برا، المصيبة كانت جوا أوضة الأولاد الضيقة وفي الغفلة اللي حصلت بسبب ضغط الشغل والهموم. تعال للمصيبة الكبرى. يوسف كبر وبقى مراهق، وبسبب رفقاء السوء والإنترنت والتليفون دخل في سكة الفيديوهات والسموم الرقمية اللي بوظت دماغه. الشيطان لعب في عقله لحد ما بقى يجرب العادة ويخش في سكة مقفولة. ومنة رنة أخته كانت معاه في نفس الأوضة الضيقة. البداية كانت نظرات وبعدها تلاميذ، وللأسف لما رنا حبت تتكلم خافت من أمها المهدودة في الشغل واللي راجعة مش شايفه قدامها، فاستسمنت الأمرين وسكتت من الخوف. الوضع اتطور لحد ما دخلوا في الكارثة المحرمة بالحرف، والموضوع استمر شهور، وسهام غافلة تماماً مفكرة إن عيالها بيتربوا في حالهم. لحد اليوم الأسود، سهام رجعت من الشغل بدري على غير العادة لأنها كانت تعبانة ومش قادرة تكمل شغلها برا. فتحت الباب وهنا اتجمد الدم في عروقها. شافت بعينها منظر مستحيل أي عقل بشري يصدقه. يوسف ورنا في وضع كارثي يهز العرش. الأم صرخت وفقدت النطق وعقلها طار. مسكتهم ونزلت فيهم ضرب لحد ما فرغت طاقة الغضب وقعدتهم يعترفوا بكل كوارثهم. وقبل ما تلحق تفوق من الصدمة لقت بنتها رنة تعبانة جدا. خدتها للدكتور وكانت الطامة الكبرى، البنت حامل في شهرها الثالث. سهام حرفياً جنت، حست إن الدنيا بتلف بيها ومبقاش فيه أكسجين تتنفسه. في لحظة شيطانية والضغط عاصر دماغها، قررت تتخلص منهم ومن عارهم عشان ترتاح من قرفهم وقرف أبوهم للأبد. طبخت لهم أكل وحطت فيه سم يموت حصان، وقعدت تعاملهم حلو جدا عشان ما يحسوش بحاجة، وكلوا الأكل. بعدها بساعات كان كل شي خلص وفارقوا الحياة. سهام وقفت تلطم
وتصوت قدام الجيران: عيالي بيموتوا وما بتنفسوش. جه الدكتور قال ده تسمم حاد. جه البوليس، وهنا الشغل الذكي بدأ. المباحث فرغت الكاميرات. يوسف ورنا ما نزلوش من البيت أصلاً، وتقارير الطب الشرعي صفعت سهام على وشها، سم قاتل في الأكل، والبنت حامل في الثالث. تحاصرت سهام وتحت الضغط اعترفت بكل التفاصيل. بس لما حققوا معاها لقوا ست عقلها طار، مبقاش فيها حتة سليمة نتيجة الصدمات النفسية المتراكمة والضغوط القاسية اللي عانت منها ورا بعض. النتيجة بدل السجن، تقرير الطب النفسي أثبت إن عندها خلل عصبي ونفسي، وتم إيداعها في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية الجناحية، وراحت الحكاية في خبر كان. والعبرة هنا يا جماعة، خلوا بالكم من عيالكم وافصلوا بينهم، والزمن بقى يخوف، والفتن حوالينا في كل حتة. ربنا يسترها علينا وعليكم.